ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم طاجن بطاطا بالبشاميل. حاجه كده روعه. جربوها بطريقتي وقولوا لي رايكم. اول حاجه بجيب البطاطا معايا، بنقعها في ميه تنزل الطينه بتاعتها خالص، وهبتدي ادعكها كويس جدا وانضفها من اي حاجه، واحطها بقى معايا في حله على النار، وهنزل بكوبايه ميه. كميه البطاطا دي كانت 2 كيلو. تمام. هديها كوبايه ميه وهوطي النار وهسيبها تستوي معايا خالص. هسيبها خدت ربع ساعه نص ساعه. المهم ان هي تستوي معايا، انا بغرزها بالشوكه تكون لحد اخر حته مستويه خالص. هبتدي بقى اول ما تهدى معايا اقشرها خالص وانا هرسها بالشوكه. انا هبتدي هرسها معاكم اهو. انا مش عايزه فيها اي كلاكيع خالص. وبعد ما هرسها كويس واتاكد ان مفيش فيها اي كتل بطاطا، هبتدي انزل عليها بكوبايه لبن. كوبايه اللبن ديت سخنه. تمام. انا بحطها سخنه ليه؟ لان المفروض بفضي فيها كيس فانيليا. انا بعد ما سخنت اللبن نسيت افضي كيس الفانيليا فحطيته على اخر حبه. وانا يا جماعه بضيف شويه اللبن دولت عشان يخلوا لي البطاطا ليها طعم حلو، وما تكونش ماسكه في نفسها. عايزاها كده تبقى بيوريه كده، عايزاها تبقى ناعمه معايا خالص. تمام. انا هنا اهو كنت بحط الفانيليا وحطيت معلقتين سكر، قلبتهم في اللبن وبنزل بيهم على البطاطا. انا ما حبيتش ازود سكر عن كده علشان البطاطا كانت مسكره. انا بعمل الخطوه دي عشان يبقى بس يعني مش البشاميل بس هو اللي متطعم، لا انا عايزه البطاطا كمان معايا يكون ليها طعم حلو. ما تبقاش في النص كده بطاطا ساده، لا انا عايزه البطاطا تبقى طعمه معايا. هنا بقى باجي نعمل البشاميل مع بعض. انا حاطه هنا معلقتين كبار قوي، يعني المعلقه بحوالي 2. يعني يعتبر انا حاطه 4 معالق كبار عاديين سمنه، قصادهم 4 معالق دقيق. كل معلقه سمنه معلقه دقيق. انا عامله 2 كيلو لبن. ببتدي انزل بالبطاطا بالدقيق. اول ما السمنه تسيح معايا وتسخن، عايزاها تقدح كده سنه بسيطه، بنزل بالدقيق عشان ما يبقاش معايا ني. يعني انا عايزه ريحه السمنه فيها تبان. بعد ما شوحت حوالي دقيقه بالظبط ببتدي انزل معايا بالحليب. ده كانوا 2 كيلو الا حاجه بسيطه. تمام. انا ليه بشيل الحاجه البسيطه؟ عشان لو طلع معايا تقيل يكون عندي مثلا حليب ازود بيه. يعني دايما اعملي حسابك في كوبايه دايما على جنب من اي مقدار انت هتعمليه. حتى لو انا هعمل كيلو بشيل نص كوبايه مثلا على جنب، لو هعمل حاجه بالنشا او كده، عشان لو احتجت لبن تاني او حاجه يبقى جاهز معايا. ببتدي بقى اقلب فيه بسرعه وافككه كده بالمعلقه، وهاجي اضربه بالمضرب. اعمله بالمضرب. هنا انا اهو كنت بعمله بالمضرب، النار واطيه وايدي فيه، البشاميل اللي ما بيتسبش لحد ما اوصل للقوام ده. تقل معايا ممكن اعالج بشويه اللبن. خفيف هحط شويه دقيق صغيرين وادوبهم في شويه اللبن وهنزل بيه. انا هنا بقى نزلت بحبه قشطه كده حلوين. انا نزلت بحوالي 3 4 معالق قشطه. القشطه بتدي للبشاميل طعم روعه. تمام. نزلت بيه على البشاميل بتاعي. وهنزل بقى هنا بالسكر. انا نزلت بحوالي نص كيلو سكر. طبعا السكر اختياري زي ما انتوا حابين. ابتدي بس حطي نص كيلو، نص كوبايه، وزودي زي ما انت عايزه. انا حطيت نص كوبايه سكر. قلبت كويس البشاميل بتاعي وهبتدي انزل بالفانيليا. انا على ال2 كيلو حليب نزلت ب3 اكياس فانيليا. وطبعا بعد ما بحط الفانيليا بدي تقليبه بسيطه وبطفي النار. وخدي احلى بشاميل هتجربيه بالطريقه بتاعتي ان شاء الله. اديت تقليبه اهو، والسمك بتاعه ده المطلوب. انا مش عايزاه تقيل عشان هو هيتقل معايا جوه في الفرن. باجي بقى في الصينيه بتاعتي او البايركس ايا كان عايزين تستعملوه، بدهنه دهنه بسيطه سمنه، وبنزل هنا بمعلقه بشاميل عشان اطعم برضو البطاطا معايا. تقليبه للبطاطا بالبشاميل. وهتبتدي بقى ننزل في البايركس بحبه بشاميل صغيرين من تحت. انا عايزه اغطي بس القاعده بتاعه الصينيه معايا. وهبتدي اوزعها بالمعلقه معايا بالشكل ده. تمام. انا علشان عامله ال2 كيلو دولت على صينيتين. انا نزلت اهو بالبشاميل بالبطاطا معايا. حابين تزودوا طبعا براحتكم، يعني ممكن تزودوا البشاميل وتقلوا كميه البطاطا، يعني زي ما انتوا حابين. طبعا القوام بتاع البشاميل قد ايه. بس انا حطيت طبقه قليله، وقلت من فوق لو في فائض ممكن نزوده من فوق. بنزل بقى بالبطاطا هنا معايا. كانت ناعمه معايا خالص.
وبعد ما بوزع البطاطا بتاعتي كويس في الصينيه، بنبتدي ننزل تاني بالجزء بتاع البشاميل من فوق. انا اهو كنت بساوي البطاطا معايا اهو خالص، ونزلت ببشاميل طبقه من فوق. هنبتدي نوزعها كويس، نغطي البطاطا خالص. تمام. انا حسيت ان هي محتاجة تاني من فوق بشاميل. طبعا الاحتياج زي ما انتوا حابين، الطبقات ديت حابينها تبقى رفيعة براحتكم، حابينها سميكة براحتكم. ده بقى التاتش. هندي معلقة قشطة او معلقتين. انا كده يعتبر معلقة قشطة كبيرة، ببتدي اوزعها على الوش. ما عنديش قشطة، بنزل بمعلقة سمنة صغيرة وبوزعها على الوش عشان تديني لون دهبي حلو. وعلى رف اوسط، انا كنت عاملة صينيتين حبيت اوريها لكم، بس انا حطيتها على انهي رف في الفرن؟ على رف اوسط. وهنزل معايا بصواني البطاطا، والنار تكون على درجة حرارة 200 مثلا 220، مش اقل من كده، ومش حابين ازيد عشان ما تتلسعش مني. تمام. اول بقى ما ابتدت تصفر من الجانب بشغل الشوايه. انا حبيت اوريها لكم وهي في الفرن. اول ما بس الاقي الاحرف بتصفر بروح مشغله الشوايه، تاخد معايا لون ذهبي وهتطلع معاكم بالجمال ده. وبعد ما تبرد بنبتدي نقطعها. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب لو عجبتكم وصفتي النهارده.